السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده انت اول ما تقوم من النوم الصبح وداخل على عصافير عشان خاطر تأكلها وخلاص بتحط لهم الاكل. بصيت لقيت ان الحبوب عندك كلها خلصت، مفيش ولا حباية، يعني يا دوبك بحط لهم الاكل بتاعهم بتاع الفطار اللي هيفطروه. وبصيت لقيت مفيش ولا حباية اكل. هتعمل ايه؟ طبعا هتفكر ان انت وانت راجع من الشغل هتجيب الاكل معاك، يعني تجيب لهم اي حبوب من اي عطار او اي علاف. وده اللي حصل معايا النهارده. ايوه، حصل معايا النهارده الموضوع دوّة. قُمت من النوم الصبح ما لقيتش ولا حبّاية ليهم، فقُلت وأنا جاي بقى أجيب لهم الأكل، أعدّي على العلّافين، كل علاف يقول لي كام تخيّلوا؟ بكام البِلِكَم يا عم الحاج؟ يقول لي ب80 جنيه. قُلت لأ ده راجل جشع، خُش على غيره. بكام البِلِكَم يا حاج؟ 70 جنيه. لأ أنت جشع برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه ده تعالوا كل الفرق ده؟ دخلت بقى على مين تعرفوا؟ على الساحل، اللي هو السوق الجملة. في بيلكم بكام؟ بكام البيلكم؟ قال لي ب 65. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ البيلكم ب 65؟ قلت له اذا كان البيلكم في السوق كان ب 60 ونزل ل 40. قال لي هو ده اللي عندنا. عملت ايه؟ خدت بعضي ورحت طالع على سوق السيدة عيشة. ما هو السوق دوت كمان يا جماعة مش شغال يوم الجمعة والحد بس، لا شغال كل يوم عادي، المحلات كلها فاتحة كل يوم. اللي بتبيع الأكل ومستلزمات العصافير موجودين كل يوم. رُحت لقيت الحمد لله البيليكام هناك والفلارس وكل حاجة متوفرة. بكام البيليكام؟ ب35 وب40. شوفوا فرق السعر قد إيه؟ الضعف. 40 جنيه اللي هو النضيف ب40، وبرّه بيقول لي ب80 جنيه اللي هو البيليكام المعفن عند العلافين برّه. طبعًا جبت لي كده كام كيلو عشان خاطر يعني يكفّي العصافير، وقُلت الله أعلم بقى بالأيام اللي جاية ربنا يستر. وطبعًا الفلارس بكام؟ قال لي ب60. يعني الفلارس زي ما هي مش عايزة تنزل، البيليكام اللي نزّلوه بالرغم إن البيليكام كان أعلى في السوق، كان عالي الأيام اللي فاتت دي، كان أعلى من الفلارس. برضه هم بيتحكموا في الأسعار في السوق. سعر البيليكام كان معدّي ال70 جنيه وكان الفلارس ب60. دلوقتي البيليكام بقت ب35 وب40 والفلارس ب60. طبعًا عارفين حضراتكم السر إيه؟ إن العصافير ما يعني غلط عليها البيليكام كتير في الصيف، لإنه بيكون في طاقة حرارية أكتر ليهم. الفلارس هي اللي بتكون مستحبة، فعشان كده برضه موطيين في سعر البيليكام، مخليينه بكام؟ ب40 جنيه، ب35 وب40، والفلارس ب60 جنيه. بس مهما كان برضه أهون من برّه، من العلافين اللي برّه والعطارين اللي كل ما أعدّي على واحد يقول لي ب80 جنيه وب70 جنيه. خلّي بالك، أنا قُلت لك الفيديو ده النهارده تنويه لحضراتكم عشان تاخد بالك، ما تسيبش الأكل عندك يخلص لآخر لحظة وتلاقي نفسك احتجت ومش عارف تعمل إيه، وتيجي هتضطر تنزل تشوف أي علاف حواليك عشان تشتري منه. الكلام دوّة لو السوق كمان بعيد عنك، هتضطر إن أنت تشتريه ب80 جنيه حتى لو قال لك 100. ليه؟ لإن السوق بعيد عنك أوي، مش قريب منك. لكن أنا الحمد لله السوق يعني يعني بيني وبينه كده قد 5 كيلو والّا حاجة. فعشان كده طبعًا استغربت وقُلت لأ أروح على طول على السوق أشتريه، وأنا عارف إن هيكون في فرق في الأسعار جامد. وخلّي بالك ما ينفعش إن يكون الأكل عندك خلص وتقول أحط لهم مثلًا عيش مبلول والّا أحط لهم قمح منقوع والّا أحط لهم بيض بس. لأ الكلام ده ما بيغنيش أبدًا عن الحبوب. إن العصافير ممكن تاكل أي نعم القمح المنقوع شوية، ممكن تاكل البيض شوية، تمام، ولكن مش هيبقى هو الأكل الأساسي بالنسبة لهم، لإن كتر الحاجات دي ممكن تجيب لهم إسهال. باشكركم جدًا، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.